يلا بسم الله. قلت لكم غادي ندوزو ب7 ديال المحطات. المحطه الاولى ديالنا هي رباط تاشفين. المهم الموقع ديال رباط تاشفين هو موقع اثري، سي ان سيت اركيولوجيك. il date من القرن 12، يعني صافي 800 عام. بالنسبه للموقع ديال رباط تاشفين ما كانوش عارفين بلي راه كاين، اكتشف بالصدفه في الاشغال ديال نفق الودايه. المهم النفق ديال الودايه تصاوب تقريبا في 2010 2012، وباش كانوا كيديروا لي تخافوا باش كيشوفوا لا ناتور ديال الطبيعه ديال التراب اللي كاين حداه، باش يشوفوا كيفاش غادي يصاوبوه. اكتشفوا بالصدفه بلي كاين هذا لو سيت هذا. وبالنسبه لزعما القيمه الاثريه ديالو، لقاو بلي هذا لو سيت هذا الموقع تصاوب قبل ما تصاوب الودايه، وكيرجع للحقبه ديال المرابطين. وسميتو رباط تاشفين. كلمه رباط لغويا تعني الجمع ما بين حاجه جوج ديال الحوايج ولا اكثر، الربط. وكيقولوا بلي تسمات رباط حيتاش كانوا كيتجمعوا في هذه البلاصه هذه المجاهدين قبل ما كيخرجوا للجهاد. وكلمه تاشفين نسبة للقائد العسكري تماما يوسف بن تاشفين، وكيقولوا بلي تصاوبت في هذه البلاصه دونك وفي البيريود ديالو عليها تسمات رباط تاشفين. الحاجه الثانيه اللي غادي نشوفوها في هذا السيت هذا هما هذوك لي كولون، هما اعمده البطوات اللي كاينين دابا في الديور ديالنا. كاين جوج الانواع، كاين البطو اللي مربع وكاين ساريه. كاين البطو مربع وكاين الساري وكاينه المدور. هاد المدوره هذه كنقولوا ليها الكولون. كاينه لا كولون. المهم هاد لي كولون هادو لقاوهم زعما مدفونين تحت في التراب، والاصل ديالهم هما روماني. ولقاو معاهم هاد دابا كاين البوطو هو هذا الكولون كيتكون من ثلاثه د الحوايج. كاينه لا باز ديالو الاساس ديالو، وكاين لو فو ديال البوطو، وكاين ليليمون الفوقاني كاع اللي هو الشابيطو. هنا كاين غير جوج العناصر، ليليمون الوسطاني والفوق ديالو هو الشابيطو. ولقاو حاجه ثالثه اللي هي هذا العنصر هذا صليب تماما، وقال لك بلي هو جزء من واحد المقبره ديال واحد جزء ديال واحد القبر. لقاو هاد العناصر هادو، قال لك بلي هذا دليل على العلاقات التجاريه ما بين المغاربه في هذيك الوقيته وما بين الرومانيين. هنايا عندنا هاد السور هذا هما غير البقايا ديال السور، حيت السور كان طالع بحالو بحال الصور الاخرين ديال الودايه، ولكن فيه العوامل التاعيه ديال البحر وديال لوميديتي ديغرادا. ولا كتلاحظوا راه كاين زعما محفور من هنايا وفيه تقابي بزاف ديغرادا مع الوقت. وصافي ديجا قلت لكم بلي السيت اكتشف بالصدفه، حتى هادشي كامل كان اونتيري تحت الارض، كان كامل مغطيه تراب. والدور ديالو كان هو الحمايه ديال هذا لو سيت هذا ديال هذا الموقع، وكانوا فيه محطوطين المدافع. ومهم لقاو شي مدافع صغار كاينين هنايا، هما غادي نشوفوهم هنا. كيقول لك بلي في لا كورنيش ديال الرباط فين كاين دابا كان شحال هادي واحد الميناء كان بور تما. كيقول لك عوض ما كانوا كيجيو السفن، حيت السفن كانوا كيجيو وهازين المدافع وداكشي اللي ثقيل، عوض ما يمشيو وضربوا الطريق البحري من حدا الواد وعاد يحبسوا حدا في الميناء وعاد يعاودوا يدخلوا للمدينه القديمه، كانوا كيختصروا الطريق وكيحبسوا الباطوات ديالهم من هنا، وكانوا كيجيو كيدخلوا من هنايا. في الاصل كانت هاد لا كونتينيتي ديال هاد الطريق هادي كامله، ولكن من بعد باش داروا لي طرافو ديال الريستوراسيون اعاده التهيئه جاو سدوهم بالحجر. وإلا كتلاحظوا عاوتاني راه كاين واحد الاليمون واحد اخر اللي هو كاين قوس تما ولكن مهرس، كاين غير البدايه ديالو. هاد القوس هذا كان شحال هادي كيسوبورتي فوق منه، كانت فوق منه واحد الحاجه سميتها اكدوك. هاد لاكدوك هذا هي واحد القناه مائيه كانت كتجيب الماء، حيت لداخل في الودايه ما كاينش مصدر ديال الماء، ما كانش سورس، دوكو كيخاصهم يجيبوا الماء من واحد البلاصه كانت سميتها عين غبوله بعيد على الرباط تقريبا بشي 40 كيلومتر. وي جات في الطريق ديال كازا، جات شويه داخله في الاتجاه ديال كازا.
هاد المحطة هادي مهم فيها الباب كبير اللي كنا شفنا باش كنتو فوالا. هذا بالنسبة لليستواغ ديالو كيقول لك بلي هاد الباب هذا وقفوا هنايا. كيقول لك بلي هذا الباب هذا في الاصل الدخلات ديال الودايه ما كانتش من هنا، ولكن كانت من هذا الباب هذا من النهار الاول اللي تصاوب. من بعد زادوا بناو فوق منه وزادوا بناو اللور وداروا كان مع الوقت عاوتاني وسورتو في العهد ديال الاستعمار جاو ورجعوا هاد البلاصه اللي كانت لداخل المحكمه. وكاين اللي كيقول لك بلي كانت ديوان. ندوزو نشوفوا دابا الانواع ديال الخطوط ولي موتيف اللي كاينين هنايا. كنلقاو 4 ديال الانواع خاصه. النوع الاول اللي هو لا كاليغرافي، الخط العربي اللي كاين هنا بالضبط الخط الكوفي. ثاني حاجه هادوك لي كوكياج، هادوك القوقعات بالضبط سميتهم القوقعات ديال سان جاك. الحاجه الثالثه واللي هي لي موتيف فيهم جوج الانواع، كاين لي موتيف ولا الزواق الهندسي وكاين النباتي. لي موتيف جيومتري هما هادو اللي دايرين بهذا القوس هذا، وكاين لي موتيف فلورو. النباتي هما هادوك اللي من وراء الكوكياج ديال سان جاك. الباب الدخله ديال الودايه كنت كتدخل من هذاك الباب نورمالمون كانت الخرجه من هنايا. هذا الباب هذا كيشبه بزاف لهذاك الباب اللي على برا، نفس لي موتيف تماما. الفرق اللي كاين هو ان هذا الباب هذا هذوك لي موتيف جيومتريك اللي فيه مدورين شويه، الوغ كو على برا فيه دي موتيف شويه دايرين بحال هكا. كاين اختلاف واحد اخر هو ان الفوق برا كان فوق من هذيك لا سانتور واحد المجموعه سيري ديال لي كوكياج كانوا محطوطين تما، الوغ كو هنا ما كاينينش. بالنسبه للمحطه الثالثه سميتها زنقه الجامع. زنقه الجامع نظرا لوجود مسجد القصبه. هذا المسجد هذا يعتبر اقدم مسجد في مدينه الرباط، كيرجع التاريخ ديالو للقرن رقم 12 يعني قبل 800 عام. تبنى من الحوايج الاولين كاع هنايا. وعلاش هو مهم؟ في المدن المغربيه القديمه كاملين كتلقى المسجد هو العنصر الاساسي في المدينه القديمه وعليه كيدور كل شيء. كتلقى اصلا الا شفتي البلان ديال المدينه القديمه غادي تلقى واحد المحور ولا جوج المحاور فين مزروع هذاك المسجد، وحدا هذاك المسجد كاين بحال دابا هنايا كاين محلات فين كيبيعوا الحوايج وكل شيء. حتى شحال هادي كانوا محلات، وعاد منهم مشعبين زنيقات صغار فيهم جوج الانواع. كاين زناقي اللي كيخرجوا وزناقي اللي ما كيخرجوش. الزناقي اللي كيخرجوا يعني كتلقى زنقه محلوله كتلقى فيها الكوميرس، كتلقى فيها المحلات التجاريه. وكاين زناقي اصلا هذوك هما الزناقي اللي تيكونوا كبارين شويه، كتلقاهم كبار شويه، وكاين زناقي كتلقاهم صغار شويه ولكن كيكونوا مسدودين، كتلقى فيهم غير الناس اللي ساكنين. واه علاش هذا التنظيم داير بحال هكا؟ باش الا جا شي واحد براني غيلقى زنقه ما كتخرجش اوتوماتيكمون ما غاديش يدخل ليها، باش ما يدخلش للبلاصه اللي بحال انتيم ديال الناس تماما. المسجد العتيق باقي خدام دابا، كيصليو فيه الناس، فيه الاذان. مكتوبه تما واحد العباره فيها انتردي او نون ميزولمون، كتقول بلي ممنوع على غير المسلمين يدخلوا. نورمالمون ماشي المسلمين اللي داروها، دارها الماريشال ليوطي، هو واحد الجنرال فرنسي كان في الوقيته ديال الاستعمار، و دارها هنايا حيتاش ديجا كانوا احتلوا الجزائر وتونس وكانوا ريبوا ليهم كل شيء، والسكان الاصليين ثاروا عليهم، مابغاوش يعاودوا نفس القصه هنايا. وعلى قبل باش حتى يخليو ديك الانتيميتي وداك الخصوصيه للسكان هنايا، ما بغاوش غير المسلمين يدخلوا عليهم في الجامع اللي هو مكان زعما خاص بالمسلمين. هاد البلاصه سميتها الصابه، هي هاد الجايزه اللي اي كتكون فوق الزنقه. اللي قلت لنا ديك السيده يمير كيتزوج ما تمشي تماما كيقادو باش يتعاونوا يكونوا 12 قرابي هكا.
دابا باش كيتزوج الراجل كيكون غير هو ومراتو ولادو صغار. اون فوا كيكبروا الوليدات كيبغيو يتزوجوا ما كيخليهمش يخرجوا يسكنوا على برا، كيبغيوهم يبقاو معاه، ما عندهمش بيت فين يسكنهم. كيطلب جارو كيقول ليه عطيني كتف، يعني هي بحال كيطلب منه الاذن فين نبني هنايا. شي حد خرج من الدار مي الدار كتبقى متوارثه، كيبقاو الاغلبيه ماشي بحال دابا حنا كتلقى غير كوبل صافي مع الوليدات ساكنين، الوغ كو شحال هادي كتلقى ساكن الجد والجده وولادهم بزاف، كل واحد مزوج وعنده وليداتو صغار، فهمتي. رقم 4 اللي هي واحد الساحه سميتها لا بلاص ساحه سيمافور، غندخلوا ليها ونهضروا عليها ان شاء الله. بالنسبه لهاد الساحه هذه، اولا نظرا للموقع الجغرافي ديالها كتطلع على المحيط كامل، وإلا كحزنا ليها غتلقاها كتطلع على المحيط، على الواد، على البحر ديال صلا، المدينه القديمه ديال صلا، المدينه الجديده ديالها، المدينه القديمه ديال الرباط. فريمون تقدر تشوف كلشي من هنايا. تصاوبات في العهد ديال الاستعمار، والوظيفه الاساسيه ديالها كانت وظيفه عسكريه، حتى هنا كانوا كيوجدوا العسكر قبل ما يخرجوا للحرب. شحال هادي كانوا لتحت واحد دابا خصني نوريكم واحد الشيما سميتو دابا حنايا المستوى ديال سطح البحر، وحنايا واقفين هنايا. كانوا انفاق كيقدروا يوقفوا، دابا الباطوات كانوا كيوقفوا هنايا، وكان كيهبطوا داكشي ديالهم اللي كيجيبوا معاهم وكيدخلوا من النفق نيشان، كيدوزوا من هنايا الانفاق كيديو نيشان للبيوت. كانوا تحت هاد البلاصه اللي حنا فيها باش يختصروا الطريق، وعوض ما يمشيو حتى الميناء اللي كاين دابا في دار الكورنيش، كانوا كيختصروا الطريق وكانوا كيدوزوا من هنايا اوتوماتيكمون كيدخلوا للدار. هذاك العنصر اللي كاين لهيه هو عنصر عسكري بالضبط، سميتها السقاله، هي اللي فيها المدافع. عندها جوج ديال المهمات. المهمه الاولى هي انهم كانوا كيحطوا فيها المدفعيات على قبل باش يضربوا الا كان شي حد كيهاجم. الحاجه الثانيه هي هذوك البلايص اللي مدورين على شكل اسطوانه، كان كيدخل الحارس لتما باش يقدر يشوف كيديروا لاكارت. وفي الجهه زعما الاكس نقدروا نشوفوا ضريح محمد الخامس، صومعة حسان، البرج ديال محمد السادس، لو تياتر، هذاك المسرح ديال زها حديد. كاملين هنايا بيضين، ما فيهمش الزواق بزاف، ما فيهمش النقش. المهم هذه غالغي وفيها استراجم كبار شويه، ولكن سورتو الديور اللي كيسكنوا فيهم الناس غنشوفوهم لهيها كتلقاوهم سامبل، ما فيهمش تفاصيل، ما فيهمش زواق، ما فيهمش نقش. كاين بزاف ديال الاسباب. السبب الاول هو نظرا للتعاليم ديال الاسلام ما خاصش يكون تفاخر ما بين الناس تماما. مثلا انايا عندي الفلوس الوغ كو جاري غني، جاري فقير، ما غاديش نبغي انه يحس بالنقص مقارنه معايا. ولكن اون فوا كتدخل لداخل عاد كنلقاو النقش في الصالون، كتلقى النقش ديال الخشب، النقش ديال القبس، الزليج بلدي وكل شيء. الحاجه الثانيه هو لا طاي ديال السراجم، كتلقى السراجم عندهم طاي صغيره وعاليين، حيتاش الناس اللي برا ما خاصهمش يشوفوا شكون كاين لداخل. خطره العيالات، كاين العيالات اللي لداخل يقدروا يطلعوا ويشوفوا شنو كاين برا. زنقة ولاد مطاع نسبة لأول واحد جا سكن في هاد الزنقة هادي، جا من القبيلة ديال ولاد مطاع في الجنوب ديال المغرب.
حتى الاسم ديال الودايه تقريبا بنفس الطريقه. الناس الاولين كاع اللي جاو سكنوا في الودايه جاو من قبيله الودايه في الجنوب الشرقي ديال المغرب، وتسمات الودايه نسبه للقبيله اللي جاو منها الناس الاولين. نقدروا نلقاو بزاف ديال المبادئ ديال التسميه. ممكن تلقى على حسب القبيله اللي جاو منها الناس، ولا على حسب الخدمه اللي كيديروا هذوك الناس. مثلا في المدينه القديمه ديال فاس، ولا المدينه القديمه ديال صلا، ولا ديال الرباط، كتلقى زنقه ساكنين فيها غير الناس اللي نجارين، كتسمى زنقه النجارين، ولا غير الحدادين، ولا الناس اللي كيخدموا في النحاس، ولا الناس اللي كيخدموا في الجلد. المهم على حسب المهنه اللي كانوا كيديروها. وحتى بالنسبه للمحلات التجاريه كتلقاهم مرتبين على حسب هذا النظام هذا. ما كتلقاش كلشي مخلط. بالنسبه لهاد الدار هذه هي اكبر دار واطول وحده من ناحيه ديال العدد ديال الطوابق كاينه هنايا في الودايه. فيها واحد الحديقه داخليه. بالنسبه لهنا في هاد الدار هادي كاين جوج ديال لي بانو. البانيل الاول كتلقى فيه البحر كيقول لك بلي الراجل اللي كان ساكن هنايا كان صياد، عليه زعما باش يرمز للمهنه ديالو كان كيدير هذاك لو بانو تما، وكان زعما دايرين كل واحد كيدير بانو نسبه للمهنه اللي كان كيدير. وبالنسبه للرمز الثاني اللي هو اللي لتحت تما، هذاك كيقول لك بلي الناس اللي سكنوا هنا جاو من الاندلس. السور اللي كاين في الدخله ديال مدينه الودايه نورمالمون الكماله ديالو هنايا. هذه هي النهايه، السور اللي كيمثل الحدود ديال الودايه. ولكن بالنسبه لان المدينه عمرات صافي ما بقاوش يقدروا يزيدوا يبنيو طوابق كثار نسبه للمود كونستركسيون. زعما كيبنيو بالحجر وبالتراب، ما يقدروش يطلعوا بزاف في لي زيتاج، وصافي السور حبس حد هنايا. ولكن المدينه زعما ما تقدرش ديفلوبا لداخل اكثر، وكملوا على المدينه من على برا هنايا. خداو هاد الزنقه هادي وكملوا عليها وزادوا بناو على برا. يعني هاد الديور اللي كاينين برا السور جدادين بارابور هادوك اللي كاينين لداخل. ونقدروا نعرفوا حتى العمر ديال السور بحال دابا غير من الطريقه كيفاش محطوط الحجر هنايا بارابور لهنايا ممكن نقولوا بلي هذا السور هذا قديم على هذا، حيت الا لاحظتي بلي الحجر هنايا مقطع بحال مقطع بمسطره، الوغ كو هنا مقطع شويه مدقدق شويه. ها الودايه من المميزات ديال المقهى الودايه هو الاطلاله ديالها على الواد وعلى البحر وعلى مدينه سلا. بالنسبه للوقيته اللي تبنات فيها مقهى الودايه كانت تبنات في السنوات لي زاني 20 ديال القرن اللي فات، دونك 1920 تقريبا كانت تبنات هذه القهوه هذه. كانت بلاصه زعما حكرا على الرجال، العائلات ما كانوش كيجيو يقدروا يجلسوا هنايا. كانت ايضا مكان زعما فين كيدوزوا المسافرين. مثلا المسافر جاي من مدينه مراكش خاصو يمشي يطلع لطنجه، ما كانوش الترانات بزاف ديك الوقيته، وماشي كلشي كان عنده الامكانيه ديال يمشي في التران والكار، دونك كان كيجيو على الحمير ديالهم والبغال، وما عندوش كاين اللي ما كيكونش عنده فلوس باش يمشي للفندق، كان كيجي يقدر يدوز الليله هنايا ويبات ويخلي البلاصه الحمار ديالو وداكشي اللي كيجي معاه بثمن قل بزاف ملي غيمشي للفندق. واحدة من أجمل المحطات اللي عندنا في السيركوي ديالنا الحديقة الأندلسية. سميت بالحديقة الأندلسية نسبة للستيل ديالها، ماشي للحقبة الزمنية اللي تبنات فيها.
بالنسبه للمبادئ ديال الحديقه الاندلسيه، اول حاجه ماشي بحال الجردات ديال دابا اللي كتلقاها في السوحه كلشي ممكن يدخل ليها، هي اسباس اللي مسدود، ان اسباس كلو. ثاني حاجه كنلقاو زعما الطريقه كيفاش منظمه من الداخل، كتلقى القطعه الارضيه ومقسمه بمحاور اللي هي مستقيمه، مع عوض الحدائق مثلا اليابانيه اللي كتلقاهم دايرين بحال هكا ملوين، هنا كتلقى اكس غادي نيشان، كتلقى لاكس الاول غادي هكا، المحور الثاني كتلقاه متعامد معاه، وهذوك البلايص اللي كيبقاو هنايا هما اللي كنزرعوا فيهم. كتلقى المحور الاول غادي هكا، وكتلقى فيه دايزين لي باساج ملي كنتحركوا، وكتلقى دايز منه حتى البلاصه ملي كيدوز الماء، ساقيات ونافورات. بالنسبه للماء كاين هنايا البير هي اللي كتاليمونتي الجرده. بالنسبه للطريقه كيفاش كيسقيو هاد النباتات هادي، حاليا ما بقاوش خدامين بالسيستم القديم، خدامين دابا بالسيستم ديال لا غوت غوت. ديجا كاين تيوات في العباد ديالهم، و شحال هادي كانوا خدامين. دابا كاين الجبل وكتلقى الفوق المصدر والتحت كاين المصب، تقريبا خداو هذا السيستم هذا وحاولوا يمثلوه في الجلده. خداو المصدر ديال الماء في البير وحطوه في اعلى نقطه كاينه هنا في الجلده، وعاد داروا لي غرادان هاد الدريجات هادو باش يقدر الماء يهبط، يعني من اعلى نقطه لاسفل نقطه. هنايا كنلقاو بزاف الانواع ديال النباتات، كنلقاو شجرات كبار، كنلقاو لي زاربوست شجيرات صغار بحال هكا، وعاد كاين ربيع صغير. بالنسبه للطريقه كيفاش منظمين الشجر، تلقى الشجر الكبير الاغلبيه كاين في الجوانب ديال الحديقه. علاش؟ حيت هذوك الشجرات عندهم الاغلبيه اللي كاين في الجوانب كتلقى عندهم اغصان كبيره وما محتاجينش بزاف ديال الماء باش يقدروا يتغذاو. كنلقاو ايضا الاغلبيه ديال الاشجار هي اشجار كتعطي فواكه، دي زاربر فرويتي. دابا نقدروا نلقاو شجره ديال الليمون، شجره ديال الحامض، شجره ديال المزاح. شحال هذه كانت حتى شجره ديال التين، شجر ديال الزيتون، كاين عاوتاني حتى شجر ديال البنان. وبالنسبه لشحال هذه باش كانوا هذوك الحدائق اللي الاشجار اللي كيعطيو اشجار مثمره، هذا بالضبط هو الكلمه العربيه ديالها، راه مشات ليا. كانوا كيجمعوا المحاصيل ديالها، مثلا شجره الزيتون كيجمعوا داك المحصول ديالها كيبيعوه، وهذوك الفلوس اللي كيربحوا من هذاك المحصول كيمولوا به البعثات الطلابيه اللي كانوا كيجيو يقراو هنا في الرباط وفصله. وبالنسبه للتاريخ ديال هذه الحديقه، المهم شحال هذه كان ساكنه واحد الامير، من بعد المهم كان هو ساكن هنا، وكانت هذه الحديقه تابعه للقصر ديالو، كانت سميتها المشور. مع البدايه ديال الدوله العلويه كانوا بزاف ديال التهديدات العسكريه، وتحولت لهاد الساحه هذه لساحه كيستعدوا فيها للحرب، اللي كانت عندها فوكاسيون ميليتير. ومع الوقت رجع في العهد ديال الاستعمار رجعت ساحه، تحولت الحديقه، وعيطوا لجوج ديال المهندسين فرنسيين، واحد ان اركيتكت بيزاجيست سميتو جون كلود فورستي، والاركيتكت الثاني كان سميتو جون ترونشون دو لونيل، هما اللي صاوبوا الحديقه. ولكن بالاعتماد على المبادئ ديال الحدائق الاندلسيه اللي خداوهم من غرناطه ومن قرطبه في الاندلس. دابا كيدير الاداره ديالها ان ستاف ادمينستراتيف سبيسيال، غير الحديقه ما كيخليوهاش تنبت هكاك على الله. بالنسبه للحديقه كاين 3 انواع ديال الحدائق. كاين الحديقه الاندلسيه اللي هي الحديقه الكلاسيكيه، وكاين الحديقه المودرن اللي هي الحديقه الجديده.
هذه الشجره ديال البنان وهذه الشجره ديال الشجر ديال الليمون. ديال الحامض عفوا. هنا وصلنا لاخر محطه، المحطه ديال سوق بنزل. شحال هادي كان هنا واحد السوق، كان الاختصاص ديالو هو كيبيعوا فيه الناس الصوف، وكيبيعوا فيه الحوايج اللي مصاوبين بالصوف بحال الجلابيات والزرابي.